ازاي اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبني ولا لا؟ جمعت لك في الفيديو ده اكتر 3 ادله العلماء اجتمعوا عليهم عشان تبين محبه ربنا سبحانه وتعالى ليه. واول حاجه التوفيق للطاعه، يعني لما تلاقي نفسك بتحب الصلاه، بتحب القران، بتحب اي عباده بتعملها لربنا سبحانه وتعالى، يعني بمعنى اصح لما تلاقي ربنا موفقك للطاعه وانت بتحبها، دي اعظم علامه لحب ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا احب الله عبدا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل موت. العلامه رقم 2 القبول في الارض. تلاقي الناس سبحان الله بتحبك من غير اي مصلحه، تلاقي كده وشك في القبول. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا احب الله عبدا نادى جبريل: ان الله يحب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ويوضع له القبول في الارض. العلامه رقم 3 بقى الابتلاء. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك مش علشان يعذبك زي ما معظمنا فاكر، لكن ممكن علشان يطهرك ويرفعك. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان عظم الجزاء من عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاه. فانت بقى قول لي انهي علامه من دول موجوده فيه، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.